السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما تعودتوا نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وانت او انت لو مش مشتركة في القناة انزل اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ المشكلة اللي جاية لنا. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ انا بنت عندي 22 سنة. انا عمري ما حكيت لحد حكايتي دي قبل كده، بس حاسة اني محتاجة اطلع اللي جوايا. وانا في الثانوية كنت بنت عادية، مش منفتحة قوي ولا ملتزمة قوي، كنت في النص. كنت ضعيفة شوية من جوايا، بدور على كلمة حلوة او اهتمام. اتعرفت على شاب في نفس منطقتنا اتعرفت على شاب في نفس منطقتنا كان دايما بيقابلني بابتسامة وكلام معسول. في الأول كنت بصده، بس مع تكرار اهتمامه حسيت إنه شايفني مميزة عن باقي البنات. كان يقول لي انتي مختلفة عن أي حد قابلته، أنا عايزك تبقي مراتي في المستقبل. وكنت صغيرة وساذجة، صدقت كل كلمة. مع الوقت ابتدى يقرب خطوة بخطوة، الأول كلام، بعدين خروج، بعدين طلبات أكبر. كنت بخاف وأرفض في البداية، لكنه كان دايما يربط كل حاجة بالحب والجواز. يقول لي لو بتحبيني بجد لازم تثبتي. وأنا كنت خايفة أخسره، كنت فاكرة إنه هو الأمان. الغلط حصل وسمحت له يتجاوز معايا. أو ده غلط، دي أكبر غلطة أنت عملتيها. الغلط حصل وسمحت له يتجاوز معايا. اللحظة دي كانت كأنها كسرتني من جوه، بس حاولت أقنع نفسي إنه مفيش مشكلة لأنه هيتجوزني. كنت أقول هو خلاص هيبقى جوزي، يبقى اللي بينا عادي. لكن بعدها كل حاجة اتغيرت. ابتدى يقلل اهتمامه ويبعد واحدة واحدة. مكالماته قلت، مقابلته قلت، وفي الآخر اختفى. لما واجهته مرة قال لي أنا مقدرش أكمل، انت لسه صغيرة وانا مشغول بمستقبلي. وبعد فترة عرفت انه ارتبط بواحدة تانية. الصدمة كسرتني، قعدت اسأل نفسي ازاي يسيبني بعد كل اللي حصل، ازاي يروح لغيري وكأني ما كنتش في حياته. حسيت اني ضيعت اغلى حاجة عندي. الشهور اللي بعد كده كانت جحيم. كنت بقفل على نفسي الباب واقعد اعيط بالساعات. ما بقتش عارفة أبص في عيون أهلي حتى مع إنهم مش عارفين حاجة. مجرد وجودهم قدامي كان يوجعني أكتر. مع الوقت بدأت أرجع لربنا، حسيت إني محتاجة أغسل قلبي وروحي من اللي حصل. تبت من قلبي، صليت كتير، دعيت كتير، حطيت عهد بيني وبين نفسي إني ما أقربش من أي حاجة تغضب ربنا تاني. بس المشكلة الحقيقية ظهرت بعد كده. الماضي بقي زي شبح ورايا. كل مرة حد يتقدم لي، بدل ما أفرح زي أي بنت قلبي يتقبض. بخاف أسأل نفسي لو عرف هيقبل بيا. ولو اتفضحت، من فترة جالي عريس كويس جدا، متدين وخلوق، وأهلي كانوا مبسوطين بيه، بس أنا رفضت من غير سبب واضح. الحقيقة إني كنت مرعوبة إنه يكتشف، مرعوبة أعيش معاه وأنا شايلة السر ده. حتى مع أصحابي، مرة واحدة صاحبتي المقربة شكت إني كنت بعلاقة قبل كده، ومن يومها بقيت أتعامل معاها بخوف، خايفة في لحظة غضب تفضحني. القلق مسيطر عليا طول الوقت. بالليل وأنا نايمة ألاقي قلبي بيدق بسرعة لمجرد إن الماضي رجع في بالي. بقيت حاسة إني مش مستاهلة حياة جديدة ولا مستاهلة حد كويس يدخل حياتي. أنا مؤمنة إن ربنا بيغفر وإن التوبة بتمسح الذنوب، بس أنا مش عارفة أغفر لنفسي. كل ما أبص في المراية أشوف البنت اللي سمحت لنفسها تنخدع. أنا مش عايزة أفضل سجينة الغلطة دي طول عمري. نفسي أبدأ من جديد، نفسي أصدق إني لسه ينفع أعيش حياة نظيفة. بس السؤال اللي بيطاردني كل يوم، إزاي أتجاوز الماضي وأقدر أعيش من غير خوف ومن غير ما يفضل الشبح ده ورايا؟ وأعمل إيه دلوقتي؟ طبعا انا عايز اقولك في البداية ان انت يعني عليك غلط كبير جدا، ودي انت عملتي حاجة كبيرة، ذنب كبير. واي حاجة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لا ترضيكي. دي حاجة لا ترضي الله. بس انا عايز اقولك
انت دلوقتي ايه اللي تعمليه، ايه عشان يعني تعرفي تعيشي او تقدري تكملي في الحياة. اولا الموضوع ده ما تحكيش فيه وما تحكيش في تفاصيله مع اي حد غير واحدة بس. تروحي لمامتك وتحكي لها كل حاجة حصلت ما بينك وبين الشخص ده بالتفصيل. ما تحكيش لأي حد التفاصيل غير لمامتك. تروحي لمامتك وتقولي لها ايه اللي حصل بينك وبين الشاب ده بالتفصيل، وما تقوليش التفاصيل دي لأي حد غير مامتك. تمام؟ تاني حاجة، اهم حاجة ان انت حسيتي بالذنب اللي انت عملتيه، وانك يعني ناوية تتوبي لربنا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يغفر لك الذنوب، ان شاء الله ربنا يسامحك. بس انت قربي من ربنا وصلي واقرأ قرآن وادعي كتير ان ربنا يغفر لك، وان شاء الله ربنا هيسامحك ويغفر لك. تاني حاجة انا عايز اقول لك، اي حاجة بتعمليها غلط بدايتها بتكون لا ترضي الله، نهايتها لا ترضيكي. يعني انت لما بتعملي حاجة تغضب ربنا اكيد نهايتها مش هترضيكي، اكيد. لما تعملي حاجة تغضب ربنا اكيد نهايتها مش هترضيكي. انا عايز اقولك طب خلاص ابدأي من جديد. روحي كده اقعدي مع مامتك واحكي لها كل حاجة حصلت بالتفصيل، وما تحكيش في الموضوع ده مع اي حد مهما كان مين. مامتك بس، روحي احكي لها الموضوع ده عشان بعد كده لما يتقدم لك عرسان تعرفي تتصرفي، او اهلك يعرفوا يتصرفوا مع العريس. انت بتسألي سؤال بتقولي ازاي تتجوز الماضي. ان شاء الله قربي من ربنا وانوي النية انك تتوبي توبة نصوحة بلا رجعة لأي ذنوب، وان شاء الله ربنا هيكرمك تنسي الماضي وهتعدي الماضي. ازاي تقدري تعيشي من غير خوف ومن غير ما يفضل الشبح ده وراكي؟ قربي من ربنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قربي من ربنا وروحي احكي التفاصيل دي لمامتك، ويعني احكي لها التفاصيل واحكي لها كل حاجة حصلت، عشان مفيش حد هيطلعك من اللي انت فيه بعد ربنا غير مامتك وأهلك، مامتك وباباك. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمك وتعدي من المشاكل أو المشكلة اللي انت فيها، وربنا يعوضك خير. وإن شاء الله بإذن الله تعالى طول ما انت يعني نويتي إنك تتوبي لربنا، إن شاء الله ربنا يغفر الذنوب وربنا هيسامحك. وإن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام تكوني أحسن من الأول. وإلى اللقاء.